مساء الخير واهلا وسهلا بكم في سلسلة جديدة من حلقات اسمها بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة حلقات، كل حلقة منفصلة بنتكلم فيها بمنتهى البساطة عن موضوع من الموضوعات اللي تخص الوسط الفني. صلوا على النبي ويلا بينا. موضوعنا النهارده بمنتهى البساطة هنتكلم عن بسمة بوسيل. بمنتهى البساطة كده، بسمة بوسيل راحت المصيف عادي، اللي هي المصايف الغالية في مصر يعني بتاعت الفنانين المشهورين والناس الطبقة الراقية، بيروحوا عمرو دياب وبيروح كل الفنانين بيبقوا متواجدين هناك. بسمة بوسيل رايحة معاها أولادها يعني عادي جدا، وطبعا رايحة على البلاج فلازم تكون لابسة مايو، كان مايو كمان يعني معتدل جدا، ومعاها أولادها. فشافت عمرو دياب فراحت واخده اولادها ورايحه لعمرو دياب، قالت له اولادها يسلموا عليك، وتصوروا الاولاد مع عمرو دياب، وقالت له اسمع الاغاني الجديده بتاعتي. بص، وقعد تسمعه اغنيه ولا اغنيتين، وهو ابدا اعجابه وترحيبه اهلا وسهلا، ويلا بقى ممكن ناخد صوره مع بعض. وبموبايلها الشخصي اخذ الصوره مع عمرو دياب، الصور اللي انتم شايفينها دي. بس ادي كل الموضوع، احنا نعرف حاجه عن الموضوع ده ولا نعرف ولا شفنا، ولكن فوجئنا بقى بان السوشيال ميديا كلها مقلوبه بسبب مي حلمي. مين مي حلمي؟ مي حلمي هي مذيعه مواليد 1990، يعني عندها 34 سنه، خريجه معهد فنون مسرحيه، اشتغلت فتره في الارشاد السياحي، وبعد كده مذيعه في الاذاعه، وعملت برنامج اتشهر جدا كان اسمه حلمي مع مي حلمي، كل واحد بيتكلم عن احلامه وكده. ثم منه على طول انتقلت الى قناه النهار التلفزيونيه، يبقى البرنامج الاولاني كان برنامج اذاعي، ثم انتقلت الى قناه النهار التلفزيونيه وعملت برامج رياضيه، ثم انتقلت الى قناه اون سبورت، وبعدها على طول الى قناه الحدث اللي عملت فيها برامج رياضيه مشهوره جدا. المهم مي حلمي نزلت على صفحتها الشخصيه فيديو بتهاجم فيه بسمة بوسيل، وده اللي لفت نظرنا للصوره اصلا اللي محدش خد باله منها، وبتقول ان احنا كنا قاعدين على البلاج وشايفين، انا بحكي لكم حكايه بمنتهى البساطه وانتوا هتقولوا لي رايكم في الاخر. انت اللي رحت اتمسحتي فيه وخدت عيالك وتصورتيه مع العيال، وبعد كده رحت متصوره معاه لوحدكم، والراجل كجنتلمان اتصور معاكي وقابلكم بمنتهى اللطف وخلاص وخلصنا. لازمتها ايه بقى ان الصوره دي تنط كده من موبايلك، خرجت من الموبايل بتاعك واتسربت للصحافه، والمواقع الصحفيه نزلت الصوره وكتبوا عليها ان عمرو دياب يغازل امرأة ثلاثينية جادة. ايه ثلاثينية جادة دي؟ يعني ده اعلان جواز ده ولا ايه؟ ثانيا بيغازلك ازاي؟ ثالثا هي الصورة نطت من موبايلك كده راحت للصحافة، ما هي بموبايلك. فالحركات دي عيب، ولا طليق بيكي ولا باسم زوجك او طليقك تامر حسني، خصوصا ان هو ابو اولادك. تعالوا نسمع كلام وهجوم مي حلمي على بسمة بوسيل وبعد كده نتناقش. اللي مضايقني ان احنا الاحترام ما بقاش، مش الاحترام، هي كلمه ابعد من كده بكتير، بس ما علينا. فلما تيجي واحده تتصور مع حد مشهور علشان تركب ترند، عشان تغيظي طليقك، عشان تعملي اللي تعمليه، ما تتصوريش الصوره وتاخدي اتليست تحترمي اسم طليقك، احترمي لانك عندك منه عيال. فما تجيش تقومي واخده العيال ورايحه متصوره معاه، واسمع دي واسمع وايه رايك في دي، وتعملي مهرجانات وافشخانات علشان بس ياخد باله منك، وترجعي تقومي مسربه خبر. اصل مين يعني حد هيضربك على ايدك عشان تديله الصوره؟ ما الصوره من عندك، ما احنا شايفينك وانت بتتصوري معاه واخده سحبه العيال من ايديهم عشان تلاقي له دخله تخشي له عليها. فلما تيجي بقى تكتبي خبر او تذيعي خبر للصحافه ما تقوليش اصله بيغازل ثلاثينيه جده. ايه معناها جده يعني؟ ادي الموضوع يا جماعه بمنتهى البساطه. طبعا احنا شايفين ان بسمة بوسيل اليومين دول في مصر تعتبر بقى يعني مكسره الدنيا بجد، اغانيها والبومها بيكمل اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه. تعالوا نشوف كده مقتطفات من اخر اغانيها. لجبت عنق فيا وتقول ليش حالة نقوية، ألف حقي كل خير الكلام عقل كبير، البدايات أجمل، بص حواليك واسأل عشنا وشوفنا اللي خان، عاش
ما ندي امان. طب الاغاني دي تثير حفيظه مي حلمي ليه؟ مي حلمي مش مطربه ولا حاجه، امال ليه بتهاجمها؟ هي قالت انا يا جماعه اللي هيقول لي انت مالك، انا بدافع عن الراجل ده، عن عمرو دياب. عمرو دياب لا بيتلزق في حد ولا بيجري ورا حد ولا بيغازل حد ولا يغازلك ولا يبص لك انت اساسا، قايله كده بالحرف، ولا انت الستايل بتاعه. انا صعبان عليا عمرو دياب واحنا كنا موجودين وشايفين اللي حصل، فانا طالعه دافع عن عمرو دياب. طبيعي ان انا هروح اتصور معاك من موبايلي انا يعني، او هو طبيعي انا هقول لعمرو دياب تعالى انت تصور معايا؟ طبيعي ان انا هتصور، بلاش انا اتصورت مع عمرو دياب اوكي والصوره معايا، انا ما نزلتهاش عندي على اكونتاتي، هي نطت الصوره جريت صحيت راحت للصحافه. او ماي جاد. طب لسه هعيد تاني على نفس الكلام، لما انا ابقى شايله اسم حد مهم او كنت شايله اسم حد مهم المفروض في المنافسه يعني، انت مش بعتيش شهرة، مش بعتيش شو، وبعدين انت مش ستايل يا حبيبتي، ولا هيبوظلك ولا في دماغه ولا الكلام ده. فانا صعبان عليا ان انت بس تتهمين انه بيغزلك فين؟ او عشان تغيظي طليقك فتقومي ضاربه بعمرو. مش بده نقي حد، دوري على حد تاني يعني، مش ده، مش هتعرفي تغيظي بده عشان انت عارفه ان انت مش ستايل. هو صحيح الصوره اتسربت من موبايل بسمة بوسيل ازاي؟ وبعدين بسمة بوسيل ما نزلتش الصوره ولا صور عمرو دياب مع الولاد على الانستجرام دي ولا على اي صفحه تخصها خالص، ما نزلتش اي صور. احنا فوجئنا بالصوره كده في الصحافه، وبيني وبينكم انا ما خدتش بالي من الصوره في الصحافه اساسا. احنا كلنا ما خدناش بالنا غير من اللي عملته مي حلمي. فمي حلمي ممكن تكون شهرت الموضوع، فلو كانت بسمة بوسيل كانت عايزه مثلا تركب الترند او تغيظ تامر حسني زي ما مي حلمي بتقول، فلا ما حدش خد باله ولا ركبت الترند ولا حد. هي ركبت الترند بعد اللي عملته مي حلمي. انا كده خلصت كل اللي عندي وعايز اخد راي حضراتكم في الكومنتس. اللي عملته بسمة بوسيل ده صح ولا خطأ؟ واللي عملته مي حلمي صح ولا خطأ؟ انا بتقول لك انا طالع دافع عن المطرب المظلوم اللي ملوش دعوه بحاجه. ولا انتوا رايكم ايه؟ عايز اعرف رايكم بس بمنتهى البساطه. سلام.